السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفيديو مختلف شويه. عامله لكم ريفيو عن فندق الف ليله وليله في الغردقه، ومعاه فندق جانجل ونيفرلاند. اتمنى النهارده الفيديو يعجبكم، وقلت اخدكم كمان جوله معايا في الطريق كده واحنا ماشيين، علشان تقولوا سبحان الله على جمال الجبال وجمال الطريق. فعلا طريق الغردقه برغم ان هو 5 ساعات، بس الطريق ما بيزهقش ابدا من كتر ما الجبال شكلها بيبقى حلو، بتبقوا مستمتعين جدا وانتوا بتتفرجوا عليه. تعالوا بقى كده، احنا هنا وصلنا الفندق، وده شكل المكان او شكل الفندق من بره. ده فندق الف ليله وليله في اول الغردقه خالص، ما بتدخلوش لجوه البلد ولا بتروحوا سوما باي ولا بتمشوا مشاوير طويله. ودي ميزه مهمه جدا في الفندق، ان انتوا خلاص مجرد ما بتوصلوا الغردقه بتلاقوا نفسكم على طول قريبين للفندق. ده كده شكل الفندق من بره، وجنبه على طول الفندق اللي هو بتاع جانجل ونيفرلاند، اللي هو البارتيشن الجديد اللي هم عاملينه لسه السنه دي. فكده دول 3 فنادق من مجموعه الباتروس او بيك الباتروس، مفتوحين ال3 على بعض. السنه اللي فاتت كانوا مش بالشكل ده، لكن السنه دي فاتحينهم ال3 على بعض، وهاخدكم جوله جوه ال3 فنادق، وهقول لكم ازاي تستمتعوا وتستغلوا كل فرصه هناك. اول ما بتدخلوا من الباب بتاع الفندق بتلاقوا كده ممر كبير قوي، واخد من اول الفندق لحد اخره. تحت كله بيبقى محلات وكافيهات. كمان المحلات اللي تحت دي فيها خدمات كتير هقول لكم عليها دلوقتي، لكن دلوقتي هدخلكم الريسبشن بتاع الفندق. الستايل اصلا عموما بتاع الفندق ده جاي من اسمه الف ليله وليله، فتحسوا ان الستايل بتاعه عربي شويه كده. وده كان الريسبشن بتاع الفندق. الريسبشن كبير وبيستوعب عدد كبير، بس نصيحه لو هتروحوا بلاش تروحوا تاخدوا بدايه الاجازه بتاعتكم في بدايه الويك اند، لا يعني خدوها مثلا من يوم الثلاث او الاربع وكملوا في وسط الاسبوع، لان الويك اند بيبقى زحمه جدا، اللوبي بيبقى زحمه، ولحد لما بتوصلوا لاوضتكم فبيبقى ضاع من الوقت او ضاع من يومكم كتير. فنصيحه مني تروحوا في يوم في وسط الاسبوع وتكملوا لحد الويك اند وبعديه بقى كمان. ده كده شكل الريسبشن، وده المكان زي ما قلت لكم شكله كده واخد طراز عربي، وفيها قعدات كده متفرقه. بعد كده بقى ده الممر اللي هو بين اللي في وسط الفندق بالظبط، في بيوتي سنتر، وفي كل الخدمات بقى اللي انتم محتاجينها، في ملابس ومايوهات، كل حاجه. حتى هو مكان الاي تي ام برضو موجود، كل الخدمات هتلاقوها موجوده. وده الشكل بتاع التويلت هناك. التويلت ده اللي هو برضو في الممر اللي بين الفندق ده. التويلتس هناك نظيفه جدا وريحتها على طول حلوه، وما فيهاش زحمه ولا فيها اي حاجه مش نظيفه، فعلا نظيفه جدا زي ما انتم شايفين كده. هنكمل بقى في باقي الممر. ده كده بتبقى على الجنب في كافيهات، فيها بيبقى في ناس سهرانين بالليل، والكافيهات دي برضو متنوعه، فيها بقى كافيهات ايطالي، تلاقي الايطاليين بيبقوا قاعدين فيها، كافيهات عربي كده. فوق بقى بيبقى فيه الاوض اللي الناس بتنزل فيها، بتبقى بتطل منها على الممر ده. عايزه اقول لكم ان نسبه اشغال الاجانب كتير جدا في الفندق ده، المصريين قليلين قوي، والاجانب فيه يعني نسبتهم حساها اكتر بكتير. بنوصل لاخر الممر ده بقى، بنوصل لمنطقه المطاعم. بيبقى فيها تقريبا 5 مطاعم، مطعم ايطالي ومطعم صيني، مطعم مغربي، والمطعم الرئيسي، وكمان المطعم ميديترينيان سي اللي هو بتاع الاسماك والبحريات. زي ما انتم شايفين كده برضو واخد الطراز العربي. وتعالوا بقى افرجكم على شكل الاوض، وبعد كده نرجع تاني اوريكم الفنادق المطاعم، وكمان اوريكم الفطار والغدا فيها او العشاء بيبقى شكله عامل ازاي. دي اوضه دبل فيها سرير كبير، وطلبنا سرير تاني لطفل زيادة، جابوا لنا سرير زيادة فيها. ده شكل الأوضة. طبعا الأوض كلها مكيفة، بيبقى فيها كده زي ما انتم شايفين تسريحة وتلفزيون، وكمان بيبقى موجود فيها تلاجة ميني بار، وكمان موجود فيها الكتل بالمشروبات بالمية. كل الحاجات دي بتبقى موجودة كل يوم بيغيروها.
ودي التلاجة الميني بار برضو اهي. عايزه اقول لكم ان التلاجة دي ما كانتش بتسقع كويس، واتصلت بيهم في الريسبشن جم غيروا لي التلاجة فورا، يعني ما استنوش عليا. ودي حاجه الحقيقه انا كنت مبسوطه منها جدا في الفندق ده، ان هم الخدمه عندهم ممتازه، وبجد بجد الاستاف كله اللي بيشتغل هناك يعني ممتازين، وبيعرفوا يتعاملوا كويس جدا مع الناس، وكلهم فعلا ودودين جدا. دي اوضه تانية برضو، بس الاوضه دي ثلاثي. ده شكل التويلت بتاعها، كل التويلت اللي في الفندق تقريبا شكل بعض، وكمان الفرش كمان بتاعهم تقريبا كل واحد. دي اوضه فيها 3 سراير فردي، وده الدولاب برضو اهو، تسريحه برضو معاها التلفزيون والكاتل وكل حاجه نفس اللي في الاوض واحد، بس بتختلف طبعا المساحات، وبتختلف الاوض بتطل على ايه. الاوض اللي احنا كنا واخدينها علشان احنا كنا طالبين ان هي تبقى في مكان قريب من فندق جونجل، فكلها بتطل على الممر اللي انا فرجتكم عليه دلوقتي، اللي هو في وسط الفندق ده. في اوض تانية طبعا بتطل على الجاردن فيو، في اوض تانية بول فيو، فانتوا بتختاروا اللي انتوا حابينه، او بيبقى حسب اللي فاضي في الفندق. زي ما انتوا شايفين كده، دي كلها اوض جاردن فيو، وفي اوض في الجنب التاني كده دي بول فيو زي ما انتوا شايفين. بالنسبه بقى للبولز، بصوا كل مجموعه اوض او غرف كده بتبقى واخده دايره، بيبقى يعني بيبقى فيه بول كبير بيخدمهم في وسطهم بالظبط. ده كده شكل المكان. بالنسبه بقى للاكوا بارك، ما كانش فيه اكوا بارك في الفندق ده، بس انا هقول لكم احنا عملنا ايه. بالنسبة بقى للخدمات، طبعا الفندق فيه سبا، وفيه كمان مكان للتنس وللكرة القدم، ومكان كمان للجولف لو حد عايز يلعب جولف. اعتقد ليك مرة في الزيارة كلها ان انت تلعبها. بالنسبة بقى للاكوا بارك، مفيش غير كيدز اكوا بارك، هو ده بس مكانها، هي دي الاكوا بارك الوحيدة اللي في الفندق، دي ما تنفعش غير الاطفال بس. لكن احنا كل يوم كنا بنستخدم اكوا بارك كبيرة. هقول لكم عملنا ايه، بس خليكم معايا لاخر الفيديو. ده كده شكل ايه الفندق. زي ما قلت لكم لسه عشان كان في بدايه الموسم، في شويه تصليحات لسه كانوا بيعملوها، بس اعتقد يعني هم في النهايات بتاعتها. نرجع بقى تاني لمنطقه المطاعم اللي انا كنت دخلتكم فيها من شويه. تعالوا بقى اوريها لكم بالتفصيل. بصوا في بقى بار كبير مشروبات بيخدم المنطقه كلها للناس بقى اللي هي بتحب تفطر او تتغدى، او الدور كده بيقعدوا في الترابيزات دي اللي هي بياخدوا اكلهم وبيطلعوا بره المطعم ياكلوا. وفي كل مطعم منهم في بار بيخدم المطعم من جوه. كل المشروبات اللي انتوا تتخيلوها بتبقى موجوده ومتاحه، مشروبات غازيه، ميلك شيك، قهوات، كل حاجه، مشروبات ساقع وسخن كله موجود. بالنسبة للمكان ده المكان ده بيبقى مسرح بالليل، بيبقى فيه حفلة وقت العشاء. انا صورته لكم بالليل وبالنهار، ده في وسط المطاعم علشان تشوفوا الجمال اللي هم عاملينه. عاملين كده ابو الهول وشكل المعابد بتاعت الاقصر واسوان ومسلات وحاجات. ده هنا المكان ده بيبقى شغال فيه حفلة كل يوم لحد الساعة 9 في وقت العشاء، وفي الويك اند بتبقى شغالة للساعة 11، بيبقى فيه حفلة حلوة جدا، وبيبقوا عاملين شو جميل قوي. ده بقى المطعم اللي بيبقى على البول. ده كان المطعم ده هو اقرب مطعم او المطعم اللي كان على البول، اللي هي القريبه للغرف اللي احنا كنا متسكنين فيها. لو حد مش عايز يروح يتغدى في المطاعم الرئيسيه، بيتغدى وهو قاعد على البول. في هنا بيتزا، وفي مكرونات بكل الاشكال والاطعمه بقى اللي انتوا حابينها. في كمان كان في سندوتشات برضو، برجر وبانيه برضو انتوا بتشكلوها زي ما انتوا حابين. ده للناس بقى اللي هي مش عايزه تروح المطعم الرئيسي او منطقه المطاعم، وعايزين وهم قاعدين على البول كده ياكلوا. في كمان كراب. ده المشروبات. هنا السلطات، طبعا كميات هنا قليله مش زي اللي بتبقى في المطعم الرئيسي. وهنا الفاكهه بس ده علشان لو الولاد مش حابين مثلا ان هم يروحوا يتغدوا في المطعم. كمان هناك ايس كريم موجود كل يوم لحد الساعه 5 من كولد ستون، خطير. وده كده البول اللي كانت جنب الغرف بتاعتنا.
في كل مجموعه غرف زي ما قلت لكم، او كل مبنى غرف بيبقى فيها نفس الوضع ده كده. هنا بقى ده الفطار. تعالوا بقى اوريكم الفطار عشان بيبقى ناس مهمة عندها جدا جودة الاكل والتنوع فيها، فانا حبيت انا صورت لكم الفطار وصورت لكم مش عارفة غدا او عشاء، هوريكم دلوقتي. بس انا عايزه اقول لكم ان هناك الجوده فعلا بتاعت الحاجه عاليه جدا. شايفين الافران وراهم، الحاجه بتتخبز فورا فورا وتطلع تاكلوها طازه. شايفين العيش خارج من الفرن، كل الباتيهات والكرواسون والحاجات دي كلها خارجه بتبقى سخنه وطازه. وحاطين جنبها اهو في نوتيلا هنا، وكمان حاطين توستر لو انتوا حابين تحمصوا التوست او حاجه. هنا بقى في كل انواع الجبن. الحقيقه الجبن دي بتبقى مسببه لي مشكله في كل فندق بنزله، بس النوعيه بتاعه الجبن ممتازه ممتازه، كلها حلوه وفي تنوع في كل انواع الجبن هتلاقوها موجوده، وكل انواع الزيوت. وهنا البهارات بكل اشكالها. بعد كده هنا بقى ركن السلطه، ده كده بالنسبه للفطار. لسه هنكمل بقيه الفطار، كل انواع السلطات موجوده برضو. والفطار ده غالبا هو اللي بيبقى موجود كل يوم، في البيض المسلوق وبطاطس مهروسه، وده فرنش توست، ودي طماطم كده مشويه بالجبنه الموتزاريلا. هنا بقى ده الركن بتاع البيض المقلي برضو، لو انتوا حابين تعملوا بيض بكل الاشكال والانواع اللي انتوا حابينها. في كمان كان في بليله او برز بلبن وبليله تقريبا، لا ده كان شوفان او بليله باللبن. الفول طبعا بيبقى موجود اساسي. كل الحاجات دي كده في الفطار غالبا ما بيتغيرش، هو الحاجات اللي بتنزل كل يوم في الفطار هي نفسها اللي موجوده بتبقى كل يوم. هنا السوسيس موجود، فراخ ولحمه، والفاصوليا طبعا دي عشان الالمان بيحبوا الفاصوليا في الفطار تقريبا. العصير كل يوم بيبقى فيه بقى نوع عصير فريش، مره بيبقى برتقال، مره كانتالوب، مره يعني بيبقى فيه تنوع في العصير كل يوم، بس المهم ان هو بيتعصر وقت ما انتوا بتاكلوا. هنا شعريه بلبن وبليله، بطاطس وبتنجان وفلفل ومسقعه، وكان بيبقى فيه طعميه كمان جنبهم بس هما تقريبا كانت لسه ما طلعتش. هنا برضو بيض تاني، وفي كريب ومعاه بقى الصوصات اللي بتتحط عليه كلها. ده بالنسبه للفطار. عايزه اقول لكم جوده الاكل فعلا ممتازه، مفيش حاجه اسمها صنف بيخلص لحد اخر وقت في الفطار. كل الاصناف اللي نزلت في الاول لازم بتفضل موجوده. كمان في الفطار بيبقى فيه كل انواع الفاكهه زي ما انتم شايفين كده، كل انواع السيريال بتبقى موجوده، والمربات وفي العسل اهو. والجوده بتاعتهم برضو طبعا يعني ممتازه، مش اي نوع. وزبادي بقى بكل الاطعمه موجود. في وسط الفطار كمان بيبقى فيه ناس مخصوص ماشيه للمشروبات، اي مشروب انتوا حابينه، قهوه، نسكافيه، مشروبات، عصاير، كل حاجه بيبقوا ماشيين. فعلا الناس دي بتتعب جدا جدا جدا، والاستاف عندهم يعني انا مش عارفه هم مختارينهم او مدربينهم، ولا هم مختارينهم ناس ذوق جدا فوق ما تتخيلوا. بيخدموا المصريين احسن من الاجانب كمان، مفيش تفرقه خالص في المعامله. علشان انا بشوف ريفيوهات وحشه جدا عن فنادق لمعامله المصريين غير الاجانب، لا هناك فعلا الناس محترمه محترمه لابعد حد. ده بقى ده كان غدا، مش عارفه ده غدا تقريبا. طبعا شفنا الشوربات، والعيش برضو بيتعمل طازه وسخن. هنا الركن بتاع السلطات. بصوا انا معرفتش اصور طبعا كل يوم الغدا، بس كان في تنوع يعني كل يوم لازم يبقى في المطعم يبقى فيه لحمه وفراخ وسمك، كل مره حاجه مختلفه. يعني مره اكلت جمبري، كان في سمك سلمون، في يوم كان في سمك فيليه مشوي. ده بالنسبه للاسماك. الفراخ بتبقى مره مشويه، مره معموله في الفرن، مره يعني بيبقى في تشكيله. اللحمه مره بتبقى ستيك، مره بيعملوها كباب حله. فانا معرفتش طبعا اصور كل يوم، بس ده يوم واحد بس تقريبا كده من الغدا صورته في السريع. لكن في تنوع فعلا في المنيو بتاعه المطبخ بتاعهم. انا الحقيقه ما كنتش يعني اليوم اللي كنا بنتغدى فيه في 1000 ليله
كنا بنتغدى في المطعم اللي هو لو مارشيه الرئيسي ده. الغدا فيه كان ممتاز، وكان كل يوم فعلا فيه اصناف جديده، لكن احنا كنا مش كل يوم بنتغدى فيه. هقول لكم بقى كنا بنتغدى فين تاني غير في ألف ليله، بس استنوا معايا لاخر الفيديو. وهنا دي فراخ مثلا معموله بطريقه صحيه، مسلوقه بس كده مع خضار. دي مكرونه مكرونه عاديه محمره، ودي كوسه باللحمه المفرومه. يعني هناك هتروحوا فعلا هتتبسطوا، مش هتزهقوا من الاكل. لا، في تنوع كبير، وكل يوم منيو مختلف، واصلا في اليوم الواحد بيبقى في منيو كبيره. الشيف ده كان ذوق جدا الحقيقه، ذوق فعلا فعلا. يعني هم كلهم بصراحه، يعني ما فيش حد فيهم عمل مثلا موقف يضايق او لا، فعلا الناس هناك بيخدموا بعينيهم فعلا وبيتعبوا جدا. يعني انا كنت نفسي اروح اشكر كل حد فيهم على التعب اللي بيتعبوه والتنظيم اللي بينظموه. كان كل يوم في وقت الاكل بيبقى في حد زي مراقب جوده بيمشي على الاكل يشوف لا ده مش محطوط حلو وده مش معمول حلو، ودي حاجه مهمه جدا وبتفرق بصراحه في فنادق كتير. الحلويات زي ما انتم شايفين في شرقي وفي غربي كل الاصناف. كان في اليوم ده في فراخ مشويه بتتشوي بره، و بتطلعوا تاخدوها وتخشوا تكملوا غدا، او لو انتوا هتتغدوا جوه المطعم. طيب بالنسبه بقى للبحر، للاسف الفندق ده كان صف تاني البحر، فبتاخدوا الاتوبيس كده زي ما انتم شايفين وبتطلعوا على فندق دانا بيتش. الباصات دي الفندق بيوفرها، بتيجي كل 10 دقايق باص بياخدكم من الفندق ويلف بقى بيكوا على ال3 فنادق اللي هم ألف ليلة وجانجل ونيفرلاند، ويوديكوا على دانا بيتش علشان توصلوا للبحر هناك. ده كده الفندق بتاع دانا بيتش، بتدخلوا من المدخل ده كده، وهوريكم شكل الشط هناك علشان برضو تبقوا شفتوا كل حاجة. ده كده البحر في دانا بيتش. ليكوا حق ان انتوا تستخدموا المطعم بتاع دانا بيتش ده. لو انتوا هتقضوا اليوم كله على البحر فليكوا حق ان انتوا تستخدموا المطعم بتاع الشط ده. الرملة هناك رملة جامدة شوية، مش زي اللي بنبقى يعني مش هي مش صخرية، يعني ما تعورش اللي هي بره، ولكن في المية لازم يبقى معاكوا الشوزات بتاعة البحر دي، لان المية من تحت ناشفة شوية. الشط مش ممهد ان انتوا تنزلوا على طول، لا في حتة كده عاملينها بسلالم وبتنزلوا منها للمية زي ما انتوا شايفين كده. بالنسبة بقى المارينا بتدخلوا فيها، بتكملوا لاخر الشط كده، وبعد كده بتنزلوا المارينا لاخرها. هناك البحر بيبقى حلو، ويعني واللي نزل فيه قال لا هناك في اسماك حلوة ممكن تتفرجوا عليها من تحت المية. بالنسبة بقى للمطعم اللي هنا ده بيبقى برضو فيه اكل خفيف كده، سناكس كلها سندوتشات برجر على بيتزا على مشروبات كده، اكل خفيف كله يعني، بس ليكوا حق ان انتوا تستخدموه. احنا هنا بقى نزلنا بالباص، ما خليناهوش نزلنا عند ألف ليلة وليلة، لا احنا نزلنا عند المبنى الجديد او البارتيشن الجديد بتاع نيفرلاند وجانجل. ده كده شكل الريسبشن بتاعه. طبعا كل حاجة جديدة فيه، شايفين الترابيزة دي مليانة مصاصات، يعني شكلها رهيب واي حد يقدر ياخد منها يعني. الولاد كانوا مبسوطين بيها قوي. وبعد كده بننزل بقى هنا للاكوا بارك بتاعه جانجل، دي الاكوا القديمه، في كمان اكوا جديده. ده شكل الاكوا اللي كنا بقى بنيجي هنا نقضي طول اليوم. فاحنا كده استفدنا ان احنا خدنا فندق سعر اقل او غرف سعرها اقل من جانجل، وكنا بنيجي نقضي طول اليوم كنا بنيجي نقضيه هنا في الاكوا، نلعب وممكن ندخل كمان المطاعم، ما فيش مشكله، لان ال3 فنادق اتفتحوا على بعض. دي كده الاكوا الجديده شايفينها، ودي كده دي برضو الجديده، ودي الاكوا القديمه اللي احنا كنا قاعدين جنبها. احلى حاجه في الاكوا دي ان هم عاملينها باسانسير، فانتوا مش بتتعبوا وانتوا طالعين سلم ولا بتنزلوا، لا انتوا بتطلعوا بالاسانسير الدور اللي انتوا حابينه او لحد اللعبه اللي انتوا حابينها، وبعد كده ما بتشيلوش يعني العوامات الكبيره دي وتطلعوا بيها سلالم. ده كده كان شكل الريسبشن من تحت. كمان عايزه اقول لكم ان هناك في مكان خاص كده للبلاي ستيشن. غير المكان ده كمان في مكان تاني
بيبقى خاص بالبلاي ستيشن، الولاد بيروحوا راحوا لعبوا فيه واتبسطوا جدا. وكمان في سينما للاطفال برضو تقدروا تستخدموها عادي، مش علشان انتوا من يعني جاي في او حجزتوا في فندق 1000 ليله وليله فلا تقدروا تستخدموا كل حاجه. احنا استخدمنا كل الخدمات بتاعه جانجل وكل الخدمات بتاعه نيفرلاند، كنا استخدمناها ومفيش اي مشكله، كنا بنيجي نقضي طول اليوم هنا اصلا. هنا بقى في حوالي 9 مطاعم متفرقين بقى في كل مكان، هفرجكم برضو عليهم. المبنى اللي على ايدي الشمال ده كده برضو في مطاعم تحت وفوق، وده كان المكان اللي فيه المسرح. بالنسبه بقى للاوض بتاعه نيفرلاند، ده كده كان شكل الاوضه برضو بتاعتها، علشان ابقى اجيب لكم يعني ابقى جبت لكم كل حاجه. بس الغرفه دي غرفه عائلي، غرفه فاميلي، فيها سرير كبير دبل وفيها سريرين اطفال كده زي ما انتم شايفين. ودي كده مرايه كبيره، وده كان التويلت بتاعها علشان طبعا فاميلي فحاطين فيه 2 حوض، وشايفينه كبير ازاي. طبعا كل ده كان لسه جديد. ده هنا بقى الانيميشن تيم، كل يوم كانوا بيعملوا استعراض مختلف. ده كده اللي هو بيطلع على خرطوم بالهوا ده، انا مش عارفه الحقيقه ده اسمه ايه، بس ده كان بيبقى استعراض لطيف. كل يوم بيعملوا بقى حاجه مختلفه، مره زومبا مره يوجا. ده كده بقى المكان او الطريق اللي هو بيبقى فاصل بين، على ايديكم اليمين ده كده فندق 1000 ليله وليله، ده على ايديكم الشمال ده فندق جانجل. بيعملوا في النص كده العاب ملاهي لسه تحت الانشاء يعني بيعملوها. احنا كنا بقى اخترنا ان احنا التسكين بتاعنا يبقى في اوض قريبه من جانجل، علشان الولاد معانا الشباب طبعا يقضوا طول اليوم في الاكوا بارك واحنا كمان معاهم. فبندخل كده من جانجل، شايفين ده شكل جانجل الحقيقه رهيب. الفندق حلو جدا، كله بقى جاردن كده زي ما انتم شايفين. بيبقى اغلب الاوض فيه مش بتبقى دورين، هي دور واحد. وطول ما انتم شايفين ماشيين بيبقى فيه اشكال حيوانات كده في كل مكان. بنفضل ماشيين بقى كده في الطريق ده كده لحد لما بنوصل لحد الاكوا. برضو ليكوا حق ان انتوا تستخدموا اي بول انتوا حابينها، مش لازم تقعدوا في 1000 ليله وليله. السنين اللي فاتت كان ليكوا ان انتوا يوم واحد بس تستخدموا الاكوا بتاعه جانجل لو انتوا نازلين في 1000 ليله وليله. لكن السنه دي احنا كنا كل يوم تقريبا بنروح نقضي اليوم كله في الاكوا بارك، وبعد كده بنرجع بقى بالليل نتعشى في الفندق بتاعنا، او حتى نتعشى في الفنادق بتاعه جانجل عادي. ده فندق جانجل كده برضو للناس اللي حابة ان هي تشوف شكله من تحت. وهوريكم برضو المطاعم بتاعته. الفندق هنا فيه تقريبا 9 مطاعم، برضو مطعم ايطالي وصيني ومطعم المغربي ومطعم والمطعم الرئيسي. دي كده اشكال المطاعم، قد ايه مريحة وقد ايه نظيفة وقد ايه الناس هناك كلهم يعني في ال3 فنادق الحقيقة الناس خدومين جدا 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 وعندهم صبر قوي. ويعني من غير ما انت تطلب الحاجة تلاقيهم كل حد جاي يطلب عليك، محتاجة معلقة، محتاجة عصير، محتاج مش هم اللي فعلا بيجوا يطلبوا منكم يعني لو انتم محتاجين حاجة او يسألوكوا لو في حاجة ناقصاكوا او كده. ده كده شكل المطاعم. كل مطعم برضو بيبقى جواه بار مشروبات بيخدم المطعم وجواه المطبخ. اكبر مطعم في المطاعم بتاعه جانجل هو مطبخ طاجين، ده اكبر مطعم فيهم. وده بصراحه كان اكتر حاجه برضو احنا جربنا الاكل فيها. المطعم كبير وفيه برضو تنوع قوي في الاكل. ده مطعم مش عارفه ده ايطالي اعتقد، وده المطعم اللي هو طاجين اللي انا بقول لكم عليه. في 9 مطاعم موجودين جنب بعض في المنطقه اللي كانت فيها الملاهي اللي قلت لكم عليها، اللي بيبنوا فيها الملاهي، ووراها على طول او جنبها على طول المباني اللي جنبها هي دي المطاعم. فهي قريبه جدا من فندق 1000 ليله وليله. ده كده شكل المطاعم من جوه. الناس هناك بجد بيتعبوا. انا كنت نفسي اشكر كل حد من العمال اللي هناك او من الموظفين اللي بيشتغلوا هناك، بجد كنت نفسي اشكر كل حد فيهم لوحده. في بقى كافيهات كده بتبقى لذيذه قوي القعده فيها بالليل،
كل دول كده في جنجل. ممكن بقى بعد ما تخلصوا العشاء تيجوا بقى دول. الخدمة فيهم 24 ساعة، مش بيقفلوا بدري زي المطاعم. يعني المطاعم بتقفل يعني اخر العشاء 9 بس. اذا كان في الف ليلة وليلة او في جنجل او في نيفرلاند، كل المطاعم اللي فيهم بيبقى فيه مطعم كل يوم عشاء متأخر، بس بيبقى في مطعم واحد بس. عشاء متأخر ده فترة مفتوحة، في اي وقت حابين تنزلوا تاكلوا هتلاقوه مفتوح، وهتلاقوا ان انتوا تقدروا تتعشوا في اي وقت، مش زي الفنادق التانية. الكافيه ده كان عسل قوي، كنت بحب اقعد فيه، يعني كانت اغلب قعدتنا هنا. بيقدم مشروبات لذيذة برضو، والقعدة فيه حلوة ومريحة. ده كده بالنسبة لفندق جنجل. ده هنا دي منطقة المطاعم بالنهار اللي انا صورتها لكم من شوية. وفي كمان ستور بقى لو انتوا حابين تجيبوا العاب، كوتشينه، دومنا، اي حاجة نسيتوا حاجة، عوامات، حاجة بتلاقوها موجودة هناك، بس طبعا اسعارها عالية جدا. كل البولز بقى اللي هناك فيها مكان بتنزلوا منه كده، زي عاملينه زي شط لاجون كده، بتنزلوا منه، مش لازم سلم يعني او تطلعوا، لا هو النزله بتاعته بتبقى سهله كمان على كبار السن، ولو في اطفال ما بتبقوش خايفين عليهم. وكمان كل جنجل بتلاقوا فيه حاجه زي نهر كده ماشي بين الفندق ده، عادي بيتنزل فيه، يعني بتقدروا تنزلوا فيه ميه عادي. في هنا بقى اكوا بارك للاطفال، بس هنا الاكوا دي كبيره، مش زي بتاعه فندق الف ليله وليله. دي كبيره جدا، وفيها تشكيله متنوعه من الالعاب، يعني الولاد بينزلوا فيها بيبقوا مبسوطين قوي، وبيبقى فيه بقى جاردات واقفين برضو بياخدوا بالهم منهم. ده كده شكل فندق جنجل. اتمنى ما تكونوش زهقتوا من الفيديو بتاعي، واتمنى يكون جاب كل تفصيله في الفندق، واكون فدتكم. احنا رحنا مع شركه سياحه، الشركه كانت محترمه جدا الحقيقه، وبعتت لنا هناك مندوب وقت التسكين، ما سابتناش كده، كان في مندوب جه سكننا الغرف بتاعتنا واطمن ان احنا قعدنا فيها وتمام مفيش مشكله. والفيديو ده انا بشكر بيه كل حد شغال في الفنادق دي، الناس دي بتتعب قوي بجد، يعني انا بشكر كل حد فيهم، وبجد اتبسطنا جدا من الخدمه هناك واتبسطنا من المكان. اتمنى الفيديو يكون عجبكم انتوا كمان وتكونوا استفدتوا منه. مش عارفه الاسعار دلوقتي زي الشهر اللي فات ولا لا، اعتقد ان هي كل ما بندخل في الموسم بتزيد. لو حابين شركه السياحه اللي احنا طلعنا معاها اكتبوا لي في التعليقات، وانا هسيب لكم كل التفاصيل بتاعتها.